السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ من قناة بحييكم لكم مني مليون تحية. ويلا نصلي على النبي. كله من له نبي صلى الله عليه وصلى وسلم وبارك على سيدنا محمد. زي ما انتم شايفين كده كان عندي ربع كيلو عدس اصفر، نقيته وغسلته وخليت ميته شفافة. زي ما انتم شايفين كده ميته ما بتيجي تغسليها بتبقى بيضة، تنيكي وراه واغسلي ورم المية واغسلي ورم المية لحد ما المية تبقى شفافة زي ما انتم شايفين كده. معانا الاساسي للعدس، احنا هنعمل عدس تسقية او غموس. الاساسي بتاعه بصل وطماطم وتوم، ده الاساسي، بصل طماطم توم كله على الني. انا ما بعملش طريقه التشويح، انا بسلقه الاول وبعدين بنعمل له الطش. حطيت البصل والطماطم والتوم، وده الاساسي بتاعه. زودت جزرايه وبطاطسايه، لو في كوسايه ماشي ما فيش مش مشكله، بس الاساسي زي ما قلت لكم بصل وطماطم والتوم. وحطيت العدس وغسلته ونضيفه ونقيته وهنحطه يتسلق. انا بعملش الطريقه التانية وبشوح العدس كده وبنزل عليه بالحاجات وبعدين بالميه المغليه عشان ما نزودش في الدهون. بصراحه ما احنا هنشوح في ماده دهنيه، لكن الطريقه دي انا بحبها لان احنا بنسلق كل حاجه وبعدين نضربها وبعدين نعمل الطش. يعني الدهون بتبقى اقل كده. كنت كل حاجه بقى اتسلقت زي ما انتم شايفين كده. بحط ميه كافيه، طبعا بتبقى الميه فوقه وكل حاجه تستوي يعني تتهري، يعني تتيجي وراه كده يغلي. وطي عليه عشان ما يفرش على البوتاجاز وسيبيه بقى يستوي براحته، يستوي براحته لحد ما يبقى زي كهرمان معاكي كده وكل حاجه مستويه. عشان يا هتضربيها بالهاند بلندر زي ما انا بضرب كده، ما عندكيش هتستني عليه ما يبرد وتحطيه في الخلاط او في الكبه وتضربيه. وفي كلتا الحالتين هنضربه وبعدين هنصفيه. انا بحب اصفيه، في ناس بتضربه وخلاص وتسيبه في الحله زي ما هو كده. لا انا مش هسيبه في الحله، ما تخافوش، انا هضربه كويس بالهاند بلندر وبعدين هصفيه. او زي ما قلت لكم لو في الخلاط لازم يبرد شويه او يبقى دافي يعني عشان ما يبوظش الخلاط، او في الكب بنضربه كويس وبعدين نصفيه في المصفى زي ما هتشوفوا كده. هحطه في المصفى اهوت وهصفيه لحد ما لو في حاجه تطلع وتبقى واخدين شوربه صافيه كده. وبعدين هرجعه الحله تاني وبعدين اعمل له الطشه بتاعته. فالطشه طبعا بماده دهنيه، فما بحبش اعمل الطريقه التانية اللي بتشوح فيها العدس دي وبعدين نحط عليها الخضار والميه، عشان ما يبقاش مرتين اتنين بحط ماده دهنيه. هي مره واحده هيت. وهعمله كمان بالزيت، عايزه تعملي بالسمنه البلدي اعملي، عايزه تحطي زيت وزبده حطي زيت. انا حاطه زيت ذره. وحطيت بصلايه هشوحها بس، يعني انا مش هكتر، يعني حطيت البصلايه وحطيت عليها الشعريه ويتحمروا مع بعض. انا مش عايزه البصلايه تحمر، انا يا دوبك عايزه البصلايه تدبل كده عشان ما تبانش في شوربه العدس. ودي الطريقه سواء شوربه او تاكلي غموس كده. اللي كانت الشعريه بتاعتي بدات تبقى لونها ذهبي كده، ما لازم تاخد لون. نزلت عليها بشوربه العدس بتاعتي وهظبط بقى الملح واحط البهارات بتاعتي. ما احطش اكتر من الكمون والكزبره، مفيش كزبره مفيش مشاكل، هي شعره الكمون وخلاص على كده. وظبطي الملح، طبعا بنزود ميه عشان الشعريه تستوي كده. خلاص خلصنا شطشطنا وعملنا العدس بتاعنا. ده بالنسبه للشوربه هتخففي شويه. طب انت لو عايزاه غموس خليه تقيل شويه عشان يبقى غموس. كده كده احنا بناكله سخن، يعني ما بسيبوش يختم ويبقى ساقع، لا احنا برضو بنتقله كده وبصبه في الاطباق وبناكله بالعيش عادي. برضو ده الغموس. او تسقي بقى، هنقطع العيش ونحمصه سواء على العين برضو حبه زيت او ندخله الفرن. انا حطيت كمون وحطيت شعرة كزبره وحطيت بصراحه شعرة بابريكا اللي انت شفتها الحمرا دي. عايزين تحطوها ماشي، مش عايزين براحتكم، بس انا حطيتها بس جميله وعززت اللون كده وخلته حلو. الحبه دول كانت الست لوكا جعانه عشان كانت جت من الحضانه، فقمت عامله لها حبه على قدها كده من غير ما احمص لها العيش. قطعته لها وحطيت لها الشوربه وقلت لها كلي عبال ما نظبط اكلنا. هقطع عيش لينا وهنحمصه بقى بحبه زيت كده. وزي ما قلت لكم يا اما على العين البوتاجاز او في الفرن. انا هعمله على العين اهوت. ده كده كده اتحمص، يا دوبك قطعته ورشيت عليه زيت بس واقلبه كويس ومعاه تقلب كده لحد ما اتحمص زي ما انتم شايفين كده. ونزلت عليه بشوربه العدس. احنا هناكله غموس واللي هيتبقى بقى ياكلوا براحتهم. يعني اللي يتبقى ياكلوه بقى غموس، ياكلوه غموس. لا احنا هناكله فته دي تهسئيه، واللي يتبقى ناكله غموس. براحتنا بقى. هنعمل حبة شوربة برضو خفاف كده، بس انا متقلة الشوربة. بص الشوربة تقيلة، اول ما بتتحط في الطبق حتى بتلاقيها تتقل معانا كده. وده كان العدس بتاعنا بقى. يا رب يعجبكم، يا رب طريقتي تعجبكم سواء غموس او
فتة كده، دي تسقية فتة، واللي يتبقى هناكله غموس مع البصل والليمون. ويا رب تكون الوصفة عجبتكم أو طريقتي عجبتكم في العدس. دي الطريقة التقليدية لجدودنا وأمهاتنا. وما تنسوش بقى تحطولي لايك، واللي بيشوفني لأول مرة يخش كده ويشترك في القناة عشان القناة تكبر بيكم وتبقوا اخواتي وحبايبي وتبقوا اخوات مليكة. يا رب العسل يكون عجبكم. والطريقة التقليدية زي ما قلت لكم، يعني انا ما بعملهاش عشان المادة الدهنية بس مش اكتر، لكن يعني الطريقة دي بتبقى اسهل وطبعا اخف في عن الطريقة التانية اللي هي ان احنا نشوح العدس وبعدين ننزل عليه بالمية والخضار وكده. لكن احنا بنسلق الاول وبعدين نعمل له طشه مره واحده وخلاص على كده. وكده استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.